الاهلي حرفيا الموسم القادم هيكون موسم اسطوري بالنسبه للنادي الاهلي في حته الصفقات. لاول مره هتشوف الاهلي بيجيب صفقتين او 3 سوبر ولاعيبه اجنبيه دفعه واحده، وده هيكون بسبب ان النادي الاهلي عاوز يعمل اداء مشرف في بطوله كاس العالم للانديه طبعا بالنظام الجديد، وكمان عاوز يحافظ على لقب دوري ابطال افريقيا ولقب الدوري المصري. فانا في الفيديو ده هقول لك قائمه الراحلين عن النادي الاهلي رسميا، وهقول لك قائمه الصفقات اللي جايه النادي الاهلي الموسم الجديد. فصل على الحبيب وحط اللايك بتاعك يا كينج ويلا نبدا. خلينا نبدا بحراسه المرمى. المركز ده هيبقى فيه 4 حراس، الشناوي وشوبير وحمزه علاء ومحمود الزنفولي، واعتقد خلاص بعد التجديد لمحمود الزنفولي كده بنتاكد ان الشناوي هيروح السعوديه وشوبير هيكون حارس النادي الاهلي الاساسي. اما في مركز قلب الدفاع فالاهلي دعم في المركز ده بيوسف ايمن لاعب الدحيل القطري، اللاعب اللي كنت عملت عليه فيديو قبل كده وقلت انه هيبقى صفقه مميزه قوي لو جه النادي الاهلي، وفعلا النادي الاهلي خلص معاه كل حاجه. والميزه انه مش هياخد مكان اجنبي في القايمه لانه معاه الجنسيه المصريه، فانت كده هيبقى معاك في المركز ده الموسم الجديد منعم وياسر وربيعه ويوسف ايمن، بالاضافه للاعب شاب وهو معتز محمد. وفي كلام كبير ان متولى هيكون خارج حسابات النادي الاهلي وهيكون في صفقه جديده مكانه، وهيكون لاعب مصري مش اجنبي، وهنتكلم عن الصفقه دي الفتره الجايه. اما في مركز الباك اليمين فالمركز ده متامن بشكل كبير لان بيلعب فيه حوالي 4 لعيبه، هاني وعمر كمال وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح، ولو احتجت اكرم توفيق تاني في المركز ده مش هيقول لك لا. فالمركز ده اكتر مركز في النادي الاهلي مش محتاج فيه اي تدعيم. اما في مركز الباك الشمال ففي عليه كلام كتير، يحيى عطية الله بيرجع تاني على رادار النادي الاهلي، وفي كلام انه فعلا هيجي النادي الاهلي، بس انا بقول لك ان في لاعب تاني خالص هيجي الاهلي وهيكون لاعب لسه صغير في السن ولاعب اجنبي، وبالنسبه لي صفقه يحيى عطية الله مش هتكمل. فكده الموسم الجديد هيبقى معاك علي معلول وصفقه جديده، لان مستحيل الاهلي يخش الموسم الجديد بعلي معلول بس، خصوصا ان كولر مش مقتنع بكريم الدبيس كاساسي في المباريات الكبيره. اما في وسط الملعب فهيكون في تغيرات كبيره، طبعا اولهم ان اليو ديانج الدبابه الماليه خلاص رايح نادي الاخدود السعودي، هيكون رايح اعاره لمده سنه بدون بند احقيه الشراء، لان الاهلي عاوز يرجعه تاني او عاوز يعني يسوقه بمبلغ كبير بعد كده. وبمجرد خروج اليو ديانج عن النادي الاهلي هيبقى في صفقه اجنبيه جديده في وسط الملعب، والكلام هنا هيبقى على محمد بن رمضان. شايفها الصفقه السوبر للنادي الاهلي. تخيل معايا اكرم او مروان وبيلعب قدامهم بين رمضان وامام عاشور، خط وسط ناري فيه كل المميزات اللي تخليك تصنع وتسجل وتستحوذ على نص الملعب. طبعا لو صفقه بن رمضان فشلت في صفقه بديله وهو مكوينا لاعب صن داونز، اللاعب اللي اتكلمنا عليه قبل كده، وبرضه صفقه عالميه لو جت النادي الاهلي. لاعب ستايل مختلف شويه عن اللعيبه اللي موجوده في نص ملعب النادي الاهلي، لانه بيدافع كويس قوي ولما بيخش في الهجوم بيكون من اهم اللعيبه اللي بتهاجم، ودايما كان بيصنع الفرق مع صن داونز. اما في حاله فشل صفقه بن رمضان ومكوينا فهيكون الخيار على احمد قندوسي انه يرجع تاني للاهلي من الاعاره، وده كان وعد النادي الاهلي للاعب انه لو تالق هيرجع تاني النادي الاهلي. فكده انت معاك بن رمضان او مكوينا او قندوسي، مع خروج طبعا اليو ديانج، طبعا مع وجود مروان واكرم وكوكا وامام والسوليه ونيدفيد، ومعاهم قفشه صانع لعب، نص ملعب مليان نجوم. طب تعالى بقى على خط الهجوم. في مركز الجناح اليمين بيرسي تاو مش هيبقى موجود الموسم الجديد مع النادي الاهلي، وده معناه ان النادي الاهلي لازم يدعم بصفقه في المركز ده، لان كمان نادي الرجاء هياخد رضا سليم اعاره لمده سنه، وفي كلام ان المفاوضات فشلت، بس حتى لو فشلت مع نادي الرجاء ففي انديه تانية مستعده تاخد رضا سليم اعاره لمده سنه. كمان برضو كريستو هيخرج اعاره لمده سنه من النادي الاهلي علشان ياخد خبرات، موهبه شايفها اتظلمت في النادي الاهلي وما خدتش فرصه حقيقيه، والاعاره بنسبه كبيره هتكون لنادي الصفاقسي التونسي. فكده انت محتاج تدعم في المركز ده بكل تاكيد، لانه هيبقى موجود معاك فيه طاهر بس، اللي كان فيه كلام برضو ان هو هيمشي من النادي الاهلي وكان هيروح نادي زد، بس المفاوضات دي مش هتكمل، وده بسبب ان النادي الاهلي مش عاوز يفضي المركز ده خالص. فكده في صفقه جناح هتبقى في النادي الاهلي الموسم الجديد، بس لسه محدش يعرف مين. اما في مركز الجناح الشمال فموجود عندك حسين الشحات واحمد عبد القادر، وبنسبه كبيره انا بقول لك الاهلي هيجيب صفقه سوبر اجنبيه في مركز الجناح اليمين او الجناح الشمال، يعني لو جاب صفقه جناح شمال حسين الشحات الموسم الجديد هيرجع مكانه تاني كجناح يمين. اما في مركز راس الحربه في الموسم الجديد للاهلي هيبقى مختلف خالص، لان خلاص موديست مشي من النادي الاهلي وكهربا خلاص رايح السعوديه، وهيبقى موجود معاك بس وسام ابو علي، والصفقه اللي بتقرب من النادي الاهلي وهو الكونغولي جوناثان او كيتا، خصوصا ان اللاعب ده بيلعب جناح يمين او جناح شمال او مهاجم صريح، فهيفيدك كده كده، واللاعب ده عملت عنه فيديو لازم تروح تسمعه بعد ما تخلص الحلقه دي. كمان من الصفقات المرشحه للنادي الاهلي وهو كيفن كارلوس، الاسم ده هنبدا نسمع عنه الفتره الجايه في الاعلام، لاعب قوي وهعمل عنه فيديو ان شاء الله
الله هشرح لك فيه كل حاجه تخص اللاعب من ارقام واحصائيات، وهوريك اهدافه ومهاراته. فكده مركز المهاجم هيكون فيه وسام ابو علي وصفقه اجنبيه جديده، وهيرجع محمد شريف تاني للنادي الاهلي، فيبقى معاك 3 لعيبه ناريه. فلو جينا بقى نشوف كام لاعب اجنبي هيمشي او مشي من النادي الاهلي الموسم ده، هتلاقي ان ديانج ورضا سليم وكريستو وبيرسي تاو وموديست هيمشوا من النادي الاهلي الموسم ده، وهيبقى معاك بس صفقه اجنبيه وحيده وهو علي معلول. فكده النادي الاهلي فعلا هيعمل 3 صفقات سوبر اجنبيه. اخيرا بقى ما تنساش تصلي على الحبيب وتوحد الله وتعمل لنا لايك عشان نقدر اللي احنا نكمل ونقدر اللي احنا نوريك كل اخبار النادي الاهلي اول باول. اشوفكم على خير، سلام.